السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في قناه طبخ سهل وصحي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضروا حرشه بحال اللي كتباع في الزنقه بمقادير بسيطه سهله التحضير وكتحضر في وقت وجيز. تابعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا على الطريقه وعلى المقادير. غادي نحتاجوا السميد الناعم، سميده رقيقه، 3 الكيسان ديال العنبه، راس معلقه ديال الخميره الفوريه، معلقه صغيره ديال الملح، ومعلقه صغيره ونص ديال الخميره الكيماويه، خميره الحلوى، تقريبا خماره ما كاملاش، ناقصين منها واحد شويه. وغادي نحتاجوا معلقه كبيره ديال السكر سنيده ولا 2 معالق صغار. كنخلطوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتها، ومن بعد غادي نبسبسوا هاد السميده بتقريبا ثلث كاس ديال الزيت مخلطه ما بين زيت الزيتون وزيت نباتيه، تقدروا ديروا وحده فيهم على حسب الاختيار ديالكم. كنبسبسوا هاد السميده مزيان، تقدروا ديروها بيديكم اولا بالفوي على حسب الاختيار ديالكم. الطريقه سهله كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي نزيدوا 2 كيسان ديال الماء بقياس كاس العنبه، الماء يكون دافي. نحاولوا ما نعجنوهاش، غير نخلطوا حتى تجمع لينا السميده ونحصلوا على هاد القوام اللي غادي تشوفوا معايا في الاخر. من بعد ما حصلنا على هاد العجينه كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نغطيها ونخليها 10 دقائق حتى تشرب مزيان. وعاد كناخذوا المقله ديالنا كندهنوها بشويه ديال الزيت، تقدروا ديروا اي مقله عندكم، وغادي نرشوها بشويه ديال السميده هكا باش ما كتلصقش، وفي نفس الوقت كتجي حرشه من الفوق. ومن بعد كنحطوا العجينه ديالنا ونحاولوا نقادوها مزيان، كنبسطوها على المقله كامله، غير هو نخليو واحد شويه ديال الفراغ من الجناب باش من نبغوا نقلبوها ما تكسرش لينا وتجينا سهله، خصوصا الا كانت المقله بحال هذه فيها الجناب. من بعد ما كطيب من الوجه الاول كنقلبوها على الوجه الثاني، من بعد ما نكونوا دهنا المقله عاوتاني بالزيت ورشيناها بالسميده. بالنسبه للطياب ديالها فكطيب على نار اللي تكون متوسطه، ونبقاو ندوروها بيدينا مره باش طيب من الجوانب كامله. وهذه هي الحرشه ديالنا، كندهنوها بشويه العسل اولا بغيتو ديروا ليها الفرماج على حساب الذوق ديالكم. كتجي لذيذه بزاف وسهله في التحضير وصحيه. ما تنساوش تشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات، وما تنساوش تدعموا القناه بلايك، وشكرا على المتابعه ديالكم.